بيانات مليون طالب مصري من 2012 لحد 2026، أرقام قومية وإيميلات وباسوردات وحتى صور شخصية وأبحاث كمان معروضة للبيع، ده كله على الدارك ويب. جامعة المنصورة خلال الأيام اللي فاتت اتعرضت لواحد من أكبر تسريبات البيانات في الفترة الأخيرة. عايز تعرف إيه اللي حصل بالظبط وإزاي تحمي نفسك أو بياناتك اللي كانت من ضمنهم؟ كمل معايا الفيديو. السلام عليكم، معاكم محمد العباسي، وهنتكلم النهارده يعني عن التسريب اللي حصل في جامعة المنصورة والكلام اللي اتنشر في الكام يوم اللي فاتوا، سواء بوستات بقى أو صور أنت شفتها عن اختراق أنظمة جامعة المنصورة، بالتحديد نظام ابن الهيثم. ناس كتير ردت في الموضوع، قالت إنها شائعة، وناس تانية قالت إنها حقيقة وأكدت الموضوع. فتعالى بقى إحنا نشوف الصور اللي نزلت، نشوف الموقع الرسمي اللي هو بريتشت فورums. واللي ما يعرفش بريتشت فورums فهو موقع أو منتدى يعني على الدارك ويب، أساسه على الدارك ويب ولكن بيظهر أوقات على الويب العادي عشان الناس تتبادل فيه البيانات المسربة دي. فتعال نشوف الكلام ده كله ونفهم القصة دي بدأت إزاي أو منين. القصة بدأت لما مجموعة من الهاكرز عرضوا كنز حرفيا للبيع على بريتشت فورمز، قاعدة بيانات حجمها حوالي 10 جيجا بايت. الكارثة هنا مش في الحجم قد ما هي كارثة في المحتوى ذات نفسه. فتعال نشوف ايه المحتوى اصلا اللي موجود. زي ما ظهر لك ده البوست اللي كان موجود على المنتدى واللي صورته فايرالت قوي على الاكس وعلى ريدت. بس تعال نقرأ كده البيانات اللي موجودة. قبلك الداتا فيها أول حاجة ملف حجمه 1.8 جيجا بايت، وده فيه معلومات طلاب أو معلومات حوالي 989 ألف طالب. يعني أي حد دخل الجامعة في الفترة ديت أو في آخر 10 سنين ب14 سنة تقريبا، بياناته هتكون موجودة هناك. والأخطر إن البيانات زي ما هو مكتوب فيها الرقم القومي، فيها الباسورد والإيميل. يعني هو حرفيا معاه صورة كاملة عن الضحية اللي قدامه. بس يبدو إن الهاكرز حاولوا يبتزوا الجهات المسؤولة بالمعلومات اللي معاهم ديّة، ومحدش عبّرهم، وده كعادة يعني إيه الجهات المصرية، فقرروا يلعبوا كارت الضغط بتاعهم. اتفاجئنا بعد كام يوم من نفس الهاكر اللي أعلن عن التسريب الأولاني اللي هو INT3X إنه نزّل عينة مجانية، وده عشان يثبت إنهم مش بيهزروا. التسريب المجاني اللي نزل دوّة فيه بيانات 731 دكتور وموظف في الجامعة، فيهم أسماء، تليفونات ومناصب وأرقام قومية وغيرهم كمان. والهاكر هنا كتب في البوست الجديد: إحنا بننزل ده ببلاش عشان الجامعة ما ردتش على التسريب الأولاني أصلا. فهنا هل الجامعة بجد كانت بتفكر في إيه؟ هل فكرت إن هو البيانات دي فيك مثلا؟ هم أكيد عارفين إن البيانات دي مش فيك، عشان هو بيبعت أصلا يعني سامبل من العينة وبيضغط عليهم. وثانيا هم يعني أكيد عارفين إنها مش فيك، فهم مش فاهمين أصلا هم يعملوا إيه ومش فاهمين خطورة الموقف. أنا دلوقتي بقى هوريكم إيه جزء من العينة المجانية اللي نزلت ديت، بما إنها مجانية يعني فنوريكم جزء منها. أول حاجة باينة دلوقتي وهو عينة الصور. زي ما احنا شايفين الصور موجودة، والصور حقيقية فعلا للناس مصريين. أول ما تشوفهم هتقول عليه مصري. بس مش ده الإثبات الوحيد، لأن احنا برضو قدرنا نوصل لصورة من ملف الإكسل أو CSV اللي نزل، وهو فيه الأرقام القومية الصحيحة، بل وفيه الباسورد بتاعك والإيميل الخاص بكل طالب أو عضو في الجامعة. فكده بالفعل بتثبت صحة البيانات المسربة دي. طيب إحنا بقى كناس إيه مهتمين بالمجال أو ناس بنتعلم CS أو ناس أصلًا متخصصين، إيه اللي نفهمه من الكلام ده كله؟ هو التسريب، أولًا يعني إن التسريب ده شكله مش مجرد ثغرة بسيطة في مثلًا landing page أو حاجة بسيطة يعني، لأ ده اختراق عميق وصل لدرجة إنه يوصل لقواعد البيانات الأساسية اللي هي الdatabase والFTPs أو خوادم الملفات يعني، بدليل تسريب الصور والأبحاث. يعني تخيل نسرب الأبحاث بتاعتك كمان. تاني حاجة نفهمها إن لو الباسوردات دي متخزنة بنص صريح غالبا أو بتشفير ضعيف، فالهاكرز هيعملوا حاجة اسمها credential stuffing. يعني هياخد إيميلك والباسورد بتاعك اللي أنت أصلا غالبا عاملهم في مواقع تانية، ويجربوهم على فيسبوك، انستجرام، جيميل وغيرهم من المواقع. وللأسف بما إننا بنستخدم نفس الباسورد يعني في كل حتة، فهنلاقي إنه بيظبط مع الموضوع. وهنا بقى ممكن تسأل نفسك سؤال ذكي شوية: هو طالما الهاكر قدر يوصل لكل ده ويسحب 10 جيجا من السيستم كله، ليه ما وقعش سيستم الجامعة أو دمره زي ما بنشوف في الأفلام بقى، وإن الهاكر وقع السيستم كله ودمره؟ وليه الموقع لسه شغال عادي لغاية دلوقتي؟ الإجابة باختصار هنلخصها في نقطتين: أول حاجة التخفي أو الستيلز، وهو إن الهاكرز المحترفين أو INT3X في الموضوع دوت بيفضل إنه يشتغل في صمت أو اللي بنسميه silent exfiltration لو الهاكر دمر السيستم مثلا أو وقعه. أول ناس هياخدوا بالهم هو فريق الIT بتاع الجامعة اللي هييجي له بلاغات فورًا من الناس إن حصل مشكلة، وهيبدأ يحقق ويقفل الثغرة دي.
لكن طول ما السيستم شغال طبيعي الهاكر هيفضل محافظ على وجوده في السيستم. ممكن كمان يكون زارع باك دور او باب خلفي ليه يسحب منه بيانات جديده اول باول ما تنزل، وده من غير ما حد يحس بيه اصلا. تاني حاجه ان الهدف اصلا مادي مش تخريب، هو داتا اكستورشن يعني. ان المهاجم هنا مش داخل عشان يثبت انه جامد او يدمر وخلاص، لا، هو بيبص للبيانات دي على انها كنز، على انها فلوس. انك تبيع مليون رقم قومي وايميل وباسورد على الدارك ويب واستخدامهم خاصة يعني في ابتزاز الجامعة هيجيب لك آلاف الدولارات. ده بره مصر، يعني في مصر غالبا الجامعة مش هتديله نفس حتى لو صرف البنات كلها ببلاش. ولكن تدمير السيستم في النقطة ديت حتى في مصر أو بره مصر ملوش أي قيمة مادية بالنسبة له، بالعكس ممكن يخلي الجامعة ترفض أصلا تتفاوض معاه من الأساس، لأن الضرر يعني اوريدي حصل يعني. عشان كده كون السيستم لسه شغال يعني ما يعنيش إن بياناتك في أمان، بالعكس دي ممكن تكون بتتباع في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي أصلا. وهنا يجي دورك أنت بقى عشان تحمي نفسك. تحمي نفسك إزاي بقى؟ سواء أنت كنت طالب في المنصورة أو أي جامعة تانية بياناتك اتسربت أو لأ، فأنت لازم تعمل الخطوات دي. طب هتقول لي الأول قبل ما أقول لك الخطوات، ليه لو أنت طالب بره جامعة المنصورة أصلا تعمل الخطوات دي؟ بُص، هي الجامعات المصرية واخدة system كده، وغالبًا بيعملوا copy paste ليه في كل الجامعات. فأنا عندي في طنطا مثلًا النظام سيء جدًا، ممكن أعمل فيديو عنه، إن هم معتمدين على الfirewall في الحماية بتاعته أصلًا، يعني هو الموقع ذات نفسه ما فيهوش حماية من الSQL injection مثلًا، ما فيهوش حماية من حاجات كتير، ولكن الfirewall هو اللي بيمنع الحاجات دي كلها. فهو أقل غلطة في الfirewall في الconfiguration بتاعته لو حد فاهم أكتر مني شوية، هيدمر الموقع حرفيًا. بس سيبك من الكلام ده كله، ودلوقتي تعال نخش في الخطوات اللي انت هتعملها عشان تحافظ على نفسك. اول حاجه وهي البديهيه انك هتغير الباسورد بتاعك اصلا. اي حساب بتستخدم فيه نفس باسورد الكليه او غيره كمان غيره. وهنا بقى هرشح لك البرامج اللي انت بتخزن فيها مثلا كلمات السر، زي برنامج بتوردن اللي قدامك على الشاشه. ده هيقترح عليك كلمات سر صعبه اصلا ملهاش علاقه بيك، مش موجوده في داتابيز متسربه، فانت هتكون ضامن ان الباسورد ده يونيك ليك انت. تاني حاجة تعملها بقى بعيدًا عن الباسورد إنك هتفعّل الTwo Factor Authentication أو المصادقة الثنائية، واللي بقت دلوقتي حاجة أساسية أو حاجة ضرورية يعني، ما بقتش رفاهية زي الأول. عشان حتى لو الباسورد بتاعك اتسرب وأنت ما لحقتش تغيّره، الهاكر مش هيقدر يدخل من غير تليفونك، من غير رقم تليفونك مثلًا اللي بيوصل له رسالة يأكد دخوله. تالت حاجة إنك إياك تُقع في رسايل التصيد أو رسائل الphishing اللي هي الإيميلات أو الSMS عامةً. ففي الأيام الجاية ديّة لو أنت إيميلك اتسرب أو رقم تليفونك اتسرب، ممكن ييجي لك ميل أو رسالة بتقول لك بياناتك اتسربت، اضغط هنا عشان تحميها. هو ما فيش شركة في العالم بتبعت للناس اللي بياناتها اتسربت إيميل بكده، فهو ده 100% فخ عشان يسرقوا من باقي الحسابات بتاعتك. في النهاية الcyber security يعني مسؤولية مشتركة، والبيانات دي لو وقعت في إيد نصابين كتير جدًا سواء هنا أو برّه مصر عامةً، ممكن تُستخدم يعني في انتحال شخصية، ويعمل هندسة اجتماعية ممتازة بيها وخطيرة. يعني ممكن يضحك على أهلك على الفيسبوك إنه مثلًا يعمل حساب فيسبوك فيه الصورة بتاعتك، فيه الإيميلات فعلًا بتاعتك الرسمية، فاللي هيبُص عليه من برّه هيقول هو ده. هيبعت رسايل لأهلك أو الناس اللي هو عارفهم يعني، اللي أنت عارفهم، ويقول لهم إيه بقى، هاتوا لي مثلًا حولوا لي فلوس على فودافون كاش، حولوا لي فلوس على كذا، وده بتحصل كتير جدًا من غير أصلًا تسريب بيانات، فما بالك مع بياناتك المتسربة. ففي النهاية يعني لو عجبك الفيديو، لو عجبك التحليل بتاع الموضوع، ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.